ما ينفع. ده بالنسبه لي ما ينفعش. ما ينفعش حسام حسن نجم الكره. وسيل لمخه في الكلام يا عم الحاج. عند باتريك ودو لوحده تماما، عمل سبرنت. في الحقيقه انا في الحقيقه هو اللي جرب الماتش. يا جمهورين يا جماعه، يا نهار ده الواحد كان مكسوف من نفسه، الواحد عايز يخبي جوه هدومه. نحقق الهدف المرجو نعمل ايه يعني؟ ننافس على كاس ونوصل كاس عالم، دي الهدف المرجو. مش قدها، ما نطلعش المنتخب، ما عندناش تخطيط، ما نعملهاش. من ده؟ شوف ما بفكر عليك يا اخي، اقول لك ايه نفسي توصل لك كده اهي. انا لما باجي اكتب حاجه اقول يا جماعه ده الاحسن، انا بقول ده الاحسن في اللعيبه كلها 17. ايهاب جلال، ايه الفكره؟ جت لكم ازاي؟ الفكره احنا كنا قاعدين طبعا اتسالنا حاجه واحده بس، جبت بتاع الملاك فوق. انت عندك دولارات وعندك فلوس في ايه؟ قال لي لا انا ما عنديش دولارات. احنا ما عندناش غير 2 محترفين فقط عشان ما نضحكش على بعض. عندنا 2 وربع، عندنا محمد صلاح وعمر ومصطفى محمد، يعني الصرف له وصال. ليه؟ بكره كوره مصريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو ليه دلوقتي بقى في جزء كبير بيكره الكورة المصرية؟ انا بقى مش هقولك الكلام اللي انت حافظه ومش مستني اقوله تاني، ان احنا من 2010 والكرة المصرية في هبوط لحد ما وصلنا لاقصى درجات التدني، وان المنتخبات الافريقية قدرت تخطط لمشاريع وتحقق نجاحات، وبقى في فوارق كبيرة جدا بينك وبين باقي المنتخبات المتوسطة مش بس المنتخبات الكبيرة، وان غياب التخطيط بوظ الكرة المصرية. ولكن من وجهة نظري رصاصة الرحمة اللي قتلت الكرة المصرية فعلا هي الفلوس. دلوقتي ايوه هيحصل كارثه، انا بقول لك وحياه المصحف يا سياده اللواء تحصل كارثه. الدوري المصري يا صديقي لحد 2019 كنت تقدر تتفرج على لعيبه عندهم موهبه وعندهم جوده حقيقيه، زي جيل المقصه المعروف اللي كان فيه إيريك تراوري واحمد الشيخ وحسين الشحات وباولو مفوافي، وفي لعيبه كتير قوي كانت جامده في الجيل ده. وفي الاسماعيلي كان عندك ابراهيم حسن وكالدرون، المصري كان عنده كابوريا واحمد جمعه ولعيبه تانية كتير زي صلاح امين وستانلي. كل دول يا صديقي كانوا بره الاهلي والزمالك. اللي عايز اوصله لك ان كان في كل نادي في لعيب او 2 على الاقل يقدروا يلفتوا نظرك. اما دلوقتي لحد ما دخل طاعون الكرة المصرية، اهلا بكم في عصر الاستثمار مع نادي بيراميدز الاسيوطي سابقا. صفقات وملايين ملهاش صاحب بيسأل عليها لحد ما الاهلي قرر يتجنن. والشراره يا حبيب اخوك بدات بخناقه، 2 لعيبه بيتخانق عليهم القطبين، صلاح محسن ومحمد عنتر. ساعتها الاهلي بيدخل بتقله يخلص الكلام في صلاح ب 40 مليون عشان يقوم الزمالك متجنن هو كمان، يخلص عنتر ب 38 مليون. وجنان الزمالك ما بيقفش لحد هنا، لا الزمالك ساعتها بيشوف عبد الله السعيد اهم لعيب في مصر في الوقت ده. ساعتها عبد الله كان بيتامر على الاهلي ومش عايز يجدد، وفعلا مره واحده نلاقي عبد الله السعيد زملكاوي، وده كان الزلزال اللي بعده الكره المصريه ما رجعتش زي ما نعرفها. وطبعا يا صديقي الاهلي مش هيسكت ويقوم مرجع عبد الله السعيد ويعرضه للبيع في نفس اليوم، وفي النهايه بنلاقي عبد الله في الاسيوطي قصدي بيراميدز. ومن وقتها الساعه الرمليه انعكست وبدانا العد التنازلي للانهيار. نقطع بقى ابويا الفلاش باك ده ونرجع للواقع اللي احنا فيه. والواقع اللي احنا بقينا فيه دلوقتي هو ان اللاعب بقى اهم من النادي، ولما الفلوس تتكلم كله يسكت طبعا. والتطوير مهم ولازم، بس هل الفلوس دي احنا عارفين بتتصرف على اي اساس؟ يعني الفلوس دي احنا عارفين رايحه لحد بجد يستاهل ولا مجرد مصالح برضو؟ لا والله، احنا ادينا الفلوس دي للاعب بدل ما نروح نديها لمدير رياضي يصرف صح ويأسس صح. طب والنتيجه؟ النتيجه بكل بساطه ان اللاعب بقى في دوري غير تنافسي وغير مؤثر مع منتخب بلده، بقى بياخد 60 و80 مليون ومفيش مشكله ندفع 60 مليون في مدافع مش دوري اصلا، وفي نفس الدوري الفاقد للتنافسيه ولكره القدم بشكل عام. وان المفروض بقى ان انصاف واشباه اللعيبه دي اجمد لعيبه في مصر وعليه العوض في الكوره. طب على مستوى المسابقات الافريقيه للانديه ايه الوضع بقى؟ زي الفل طبعا، ده الاهلي صعد 5 نهائيات من اصل 6 وكمان كسبان 4. بس نسال نفسنا سؤال، هل دي قوه الاهلي فعلا ولا عشان مفيش غيره؟ والله بما ان الاهلي بيكسب فدي قوه منه، بس اللي خلف الكواليس بيقول ان فعلا الاهلي هو سيد القاره، بس عشان مفيش غيره يقدر يدفع الملايين اللي معاه للعيبه، واللعيب اللي ما ينجحش طز نجيب غيره بملايين تاني او يمكن اكتر كمان. وباقي فرق القاره الغلابه بيشاركوا عشان ياخدوا فلوس المشاركه مش اكتر. سامعك وانت بتقول ان ده مش ذنب الاهلي اصلا ان القاره فاضيه وما فيهاش فلوس.
ده حقيقي فعلا، انت صح فعلا، بس مستوى الاهلي الحقيقي بيبان لما يلاعب مستويات اعلى في اوروبا. ده حتى فرق البرازيل مش عارف تكسبها. وابسط مثال على الكلام اللي انا بقوله ده ان الاهلي بعد ما صرف الملايين والمليارات خرج على الصاله في كاس العالم للانديه عادي. ده حتى كاس العالم للانديه بالنظام القديم الاهلي ما عرفش يصعد فيه للنهائي ولا مره، ومقضيها ميداليات برونزيه بس. يعني لعيبه النادي الاهلي ملايين دي لو جينا نعد الماتشات المهمه طول السيزون مش هيعدوا ال10 ماتشات بس المهمين، وده كتير كمان. وكفايه عليهم قوي يكسبوا فاركو ومودرن ووادي دجله والمحله والبن الكيني والبط الاثيوبي والكلام ده. ده حتى فرق شمال افريقيا ما عندهاش نفس القوه في الفلوس، وبالتالي ما عندهاش نفس القوه في اللعيبه. وفي كلا الحالتين القوام الاساسي اصلا لمنتخبات شمال افريقيا من لاعبين محترفين مش من الدوري المحلي، وما فيهوش كمان نفس الملايين اللي مش لاقي حد يلمها عندنا دي. الزمالك بقى اللي برغم من التلوث الاداري اللي بيمارسوه مسؤولين الزمالك وايقاف الكيد والغرامات واللعيبه اللي بتفسخ عقودها، الا انه لما بيشارك في الكونفدراليه وبيبقى عنده بس سنه استقرار ومعاه مدرب محترم بيكون من الفرق المرشحه للبطوله، وده احنا شفناه في سنتين قبل كده. اهو ده بقى يا صديقي اكبر دليل ان فرق افريقيا دي فاضيه. اصل رغم الكوارث اللي الزمالك فيها دي بيقدر يفوز عليهم عادي، وده شفناه سنه 24 لما تعادلنا مع نادي البركان 1-1 هناك وفي ملعبهم، وقدر ساعتها الزمالك يكسب في استاد القاهره. طب يا سيدي سيبك من الانديه، على مستوى المسابقات الافريقيه للمنتخبات، منتخبنا الوطني منتخب مصر اللي ما قدرش يحافظ على المكانه اللي كان فيها. لاحظ يا صاحبي انا بقول لك يحافظ مش يتطور، لا ده كمان مستواه وقع، وباقي المنتخبات سهمها طلع لفوق. فكل المنتخبات سبقتنا الا احنا لا وجود لنا، واول ما بنتزنق على طول نعمل زي ما كابتن حسام عمل كده، نقعد نشاور اننا معانا 7 افريقيا. هنفضل نشاور بقى ان احنا معانا 7 افريقيا لحد ما حد يسبقنا فيهم هو كمان. والاهم من كده نفضل واخدين مقلب اننا لعيبه جامده وافضل اللعيبه في القاره، لحد بقى انصاف واشباه اللعيبه المحليه دي. انا اسف اقصد لا اجمد لعيبه في مصر طبعا يبانوا انهم اطفال قدام اللعيبه الحقيقيه لعيبه الكره اللي بجد، واللي يصادف برضو انهم موجودين في دوريات وفرق اوروبيه قويه وتنافسيه. احنا بس اللي قوامنا عباره عن محليين بس. سامعك كنت بتقول لي ما احنا المحليين دول اللي طول عمرنا بنكسب بيهم بطولات، ويا عم انا مصدقك والله، بس هل برضو انت حافظت على الكشافين؟ حافظت على مدارس الكرة اللي قادرين يختاروا لعيبه الكرة اللي بجد، اللعيبه اللي من الحواري والكرة والنجوع؟ اظن انت عرفت الاجابه. لحد ما بقى الطبيعي بتاعنا ان احنا ننزل ندافع، وماشي يا عم الدفاع مش عيب ولا حرام، والدفاع ياما جاب بطولات، بس يا عم بالله عليك انت شايف ان ده خط دفاع تكسب بيه بطوله؟ انت عايز تكسب بطولات وانت معاك لعيبه ما عندهاش اساسيات الكرة اصلا، دول مش عارفين يباصوا يا عم. هنكسب ايه وهنكسب ازاي؟ والنتيجه خسرنا نهائي 2017 ونهائي 2022، والسنه دي برضه بنخرج من السنغال واحنا برضه بندافع. لو لدائك ان ال3 مرات نفس السيناريو، بندافع لاجل الدفاع وبس بدون هدف. وده يا صاحبي مش بسبب حسام حسن والله، لا ده بسبب القماشه اللي معاه، هو ده اللي موجود، ده اللي الدوري بتاعك بيطلعه. وهنا يجي اهم سؤال، انت مستغرب ليه ان اللعيبه اللي بتاخد افريقيا كل سنه مع الاهلي والمليونيرات اجمد لعيبه في مصر بيتهانوا وبيخرجوا من افريقيا بالشكل المقرف ده؟ يعني انت بجد مستغرب؟ انت لسه مش مدرك ان الانديه المصريه والكره المصريه بشكل عام كلها عباره عن قنبله اوفر ريتد منفوخه على الفاضي؟ حتى النادي الاهلي ومع ابسط واقل اختبار بيتكشف لسه مش مدرك ان افريقيا بقت عباره عن فرق فاضيه، والاهلي بس هو اللي بيكسب عشان فلوسه مش اكتر. لان اللاعب اللي بيكتشف ان عنده موهبه حقيقيه على طول بيطلع على بره على طول، وترجعوا تستغربوا باقي المنتخبات القاره عندهم لعيبه اساسيه في فرق اوروبيه قويه ازاي. ادي اخره النفخ لاشباه لعيبه، الجمهور يهتف ويشجع يقول لك دول اجمد لعيبه في مصر، وايوه هو ده اللي اجمد لعيبه في مصر تقدر تقدمه. واللاعب المصري يا حبيب اخوك هو اللاعب الوحيد اللي بيتقيم على الرجوله والروح، مفيش فنيات بقى في الموضوع، سيبك من الكلام ده، مختصر الكلام يعني شويه عتالين ومليونيرات في نفس الوقت، ويقول لك احسن لعيبه في مصر. تيجي تبص على المنتج الفني تلاقيه صفر. لو تقريبا احنا البلد الوحيده اللي بتشعل اللقطه. يعني تخيل يا مؤمن ان الناس كلها شايفه ان احسن ماتش في تاريخ المنتخب خسروا اصلا، او عشان كسبنا واحده من اسوأ نسخ ايطاليا. اللاعب المصري يا صديقي بيبان اول لما بيتحط قدام لعيب كوره بجد، بيبان ضعف موهبته وقد ايه هو كسر. لو نستغرب قوي نقول احنا ازاي ما عندناش محترفين، ما هو انت اصلا بتطلع لعيبه ما عندهاش اساسيات الكوره، هيحترفوا ازاي دول؟ بس
لو اللي ربنا بيكرمه ويجي له عرض اوروبي حرفيا النادي بتاعه بيموته، زي ابراهيم عادل ومصطفى شوبير ومحمود جاد وغيرهم كتير، واحنا كجمهور نستحق كل ده بسبب نفخنا في اشباه اللعيبه دول. اخر حاجه حسام حسن، اخر من يلام هو حسام حسن. حسام اللي عايز يحافظ على مكانه وده حقه جدا وما تلوموش، هو شغال بس على اللي معاه واللي تحت ايده وهو ده اللي يعرف يعمله. انت كنت مستني ايه يعني من اللعيبه دي؟ واتمنى احنا كجمهور نبطل يبقى عندنا استحقاقيه كدابه. يعني احنا عملنا ايه تستحق كنا تكتو تحقيق حلم التامنه اللي ضاع؟ والمشكله كمان عندنا اننا مش بنتقبل الخساره، وطلعنا خبطنا في المغرب وعملنا مشاكل ملهاش لازمه. احنا كنا سعداء ان مصر كبيره، مصر قويه، مصر ام العرب وام افريقيا. بالتاريخ مفيش حد تاريخ زينا، بالبطولات مفيش حد ليه بطولات زينا. مصر الناس كلها بتغير منها، وعشان كده منتخب مصر كمان في الكوره واخد 7 بطولات، في غيره منهم. فانا بالتالي احنا الموضوع مش فير. ولكن يا صديقي انا عندي سؤال بعد كل ده. طبعا الكل عارف ان احنا اكتر منتخب حقق البطوله، بس انت لو جيت بصيت بصه كده على سجلات الفوز هتلاقي حاجه غريبه. هتلاقي ان الاجيال اللي كسبت البطوله اجيال متباعده. يعني احنا اول بطولتين خدناهم كانت اول واحده سنه 57 والثانيه سنه 59. خدنا الثالثه بقى امتى؟ سنه 86. بص فرق كام سنه؟ والرابعه في 98. يعني الفرق بينها وبين الثالثه 12 سنه. وبعد كده طبعا ثلاثيه حسن شحاته الشهيره. فهل فعلا احنا منتخب فاشل وبيظهر على فترات كده طفره وجيل قوي من اللعيبه بيجي ياخدوا البطوله؟ يعني فشلنا من 2010 ده لحد دلوقتي مش ممكن يكون هو ده الطبيعي بتاعنا؟ هو ده الطبيعي بتاع الكره المصريه؟ والاستثناء هو الجيل القوي اللي بيظهر كل فتره واللي بيظهر صدفه برضه من غير تخطيط او خطه واضحه. ده بقى حبيب اخوك اللي مستني اسمع ردك عليه في الكومنتات. وبس كده يا صاحبي، انا خلصت واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي.